ان النادي الاهلي فيه اساطير كبيره جدا وفيه لعيبه كوره يعني حصلت، ونادي الزمالك نفس الموضوع. فلما اجي اقول وما كانش بالظبط والاسماعيلي كله لا انا بقول لك هو موجود في كل حته، فما كانش فيها اي مشكله خالص لو قلت ان في اساطير في الاهلي ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. والله انت مش مقتنع بوجهه نظري في الحته ان لا انا بصحح لك، ما ينفعش تطلع تتكلم على حاجه. ايمن احنا ما كل واحد ليه وجهه نظر. مهم انا ما اتقابلش مع ايمن بقالي كتير قوي، لكن ايمن لو فكر في الكلام ده هيتعب جدا يا راجل. ده انا كنت بتشتم ليه النهار. بس اتغير ايمن صح؟ لا الفكر اتغير؟ لا هو بس بيعاند شويه في حته التكتيك دي. هي اصرت، هي الحت. لا خالص يعني انت لو بالشكل ده، لو هتزعل حتى من جمله ولا طب اكمل لك دي بس ايمن. ما انا عايز اوصل، انا عايزك تروح للبوينت النقطه بتاعت اللي هي انا بتكلم في جزئيه معينه اللي يخصني انا وسيد، اللي هو 10 سنين. ده انا قعدت 10 سنين انت ناس كانت معايا في الاوضه. ما انا كنت طب ما انا كان معايا في لعيب يا راجل، ده انا في لعيب خدني اخطب له انا والله العظيم. او انا مثلا يعني ابقى حاجه معاه في حاجه شاهد مثلا، لا يعني حاجه كده، حاجه بالنسبه له حاجه حلوه، زي بابا زي خاله حاجه بالنسبه له حاجه حلوه. وبيطلع يشتمني دلوقتي، فاهم؟ اقسم بالله في الاهلي، اقسم بالله. لا مش في الاهلي، في الزمالك يا سيدي اهو كده. تمام، ما انا هو ده اللي انا عايز اوصلك ليه. في النهايه زي ما بقول لك كده، في كلام بيبقى يعني خلاص بتاع واحد تتقبله وتعديه. لا تتقبله وتعديه. اركز في شغلي. لا معلش والله، مش عايز تقول اسمه. انا مركز في شغلي. ايه مش عايز تقول اسمه؟ مين اللي خدك معاه عشان تخطب له؟ يا راجل ده راجل ملط. لا انت ملط ايه؟ لا ده انت كده لازم تقول بقى، ولا كده مش لازم تقول ايه؟ لا خلاص يا عم خلاص. انت يعني انا عايز اوصلك ان انا النقطه دي انا عايشها. اشول مش هيرد اشول إيه؟ اشول امضي اشول. انا اوصلك نقطه ان انا متقبل جدا فكره ان انا انتقد، وان السوشيال ميديا طلعت كده. طب اقول لك، وانا مره في الزمالك كان في صفحات زملكاويه بيطلعوا يهاجموني، ولا عمري زعلت ولا عمري طلعت. انا بتكلم في نقطه واحده محدده، ما تبقاش انت ماسك في مكان او كنت ماسك في مكان وانت كانت سيفيهاتك او الشغل بتاعك قليل، فلما يجي واحد هنقول ان هو نفس العمر ونفس الكاتيجوري ونفس البوزيشن في المنتخب، فتيجي تقول هو ده خبراته ايه او ما كانش دور، مش هينفع تطلع منك انت. اللي هو مثلا سيد ماسك، كان مثلا انا وصفتها له، هو كان المدرب اللي قبل مني وانا جيت بعديك واحنا نفس الكاتيجوري، تمام؟ فانا اقول ايه، هو سيد ده كان خبراته عشان يمسك المنتخب، ماشي. ما انا خبراتي عشان امسك المنتخب، ما هو احنا نفس الموضوع. فما تطلعش تقول كده انت ما كانش ليك دور. كلام كبير قوي انا النهارده. انا يعني لا هو الحلقه دي تتحط تحت بند ايه يعني؟ عنوان ايه؟ انا بس عشان ايمن انا عارفه كويس. انا عارفه كويس. ذكريات. لا كمان سيد كل اناء ينضح بما فيه. انت كنت بتعمل اللي عليك واللاعب ده كان معاك، فعشان كده كان بياخدك ويتباهى بيك. لما انت سبته وراح الزمالك وبقى في نادي الزمالك، هيطلع يهاجمك طبعا وهينتقدك، لان في ناس كده، في لعيبه كده، في ناس ما يعني بيهون عليها العشره، في ناس ما بتصونش العيش والملح، في ناس ما بتصونش الجميل اللي بيتعامل فيها. فده في طابع ناس كتير وفي لعيبه كتيره. فعشان ان انت طلعت من النادي الاهلي او سبته ويروح، او انت مش عايزه في النادي الفتره اللي جايه وبعدين بيروح نادي تاني، فعلشان يكسب ود النادي ده او يكسب جماهير النادي ده، فهيجي عليك ويغلط فيك، مع انك ساعدته كتير ووقفت جنبه كتير. لكن زي ما اقول لك كده يا ابو السيد، في ناس كتير ما بتصونش العيش والملح ولا بتصون الجميل.